والله انا ما اعرفش سعره بقى قد ايه دلوقتي، يعني ما اعرفش الواحده بكام دلوقتي بعد غلو الاسعار وما الدنيا اتقلبت بالشكل ده. ما اعرفش الواحده النهارده بكام. فشوفوا شكله عامل ازاي، سهل وبسيط وبحاجات موجوده في البيت وموفرين وبينفع في اي مناسبه. ولو جاي لك اي ضيوف او اي حاجه مفيش احلى من كده انك تقدميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وباحسن حال. احنا النهارده معانا فيديو جديد، فيديو حلو قوي، فيديو كله حلو في حلو، يعني هو حلو من كل حاجه. حتى لو حبينا نعمل مشروع ونكسب منه هيبقى حلو برضه. يعني ممكن اي واحده بس ست تعمله في البيت كده هتكسب منه، هيبقى زي الفل معاها والامور هتمشي. وممكن تعمليه برضه لاولادك واللي في بيتك بحاجات موجوده كلها في البيت، ما فيش اي حاجه اكتر من كده. معانا زي ما انتوا شايفين كده كيلو دقيق، كيلو واحد دقيق. ومعانا كمان نص كوباية سكر. ومعانا معلقتين خميرة. ومعانا كيس بيكنج باودر، يعني هنحط كله، اما نحوش منه حاجة بسيطة خالص تحطيه كله عادي على كيلو الدقيق. ومعانا بيضتين. ومعانا ذرة ملح. وهنعجن بلبن. وحبة خل، طبعا لازم الخل علشان دي عجينة، الخل بيبقى من محسنات الخبز يعني. فبتبقى نتيجتها حلو. وكمان حبة زيت. فقلنا كيلو دقيق، معلقة ونص خميرة، كيس بيكنج باودر، بالطين، حبة معلقتين خل ومعلقتين 3 زيت. وهنعجن بلبن. هنعمل الدوناتس. الدوناتس ده يعني حلو كده وحدات، وبرمي عدد كتير جدا. برمي كمية، يعني الكيلو دي برمي كمية كويسة. لو هتعملي كوبايتين، لو هتعملي نص كيلو، مش شرط تعملي حتى كيلو، لا بأقل تكلفة. وحاجات كلها موجودة في البيت، يعني مش مكلف ولا بنحتاج اي حاجة من بره ولا حاجة. فزي ما انتوا شايفين بقى هنحط كل المكونات اللي قلناها. وهنعجنه بقى، هنعجنه اهم حاجة عجنة كويسة قوي قوي قوي. علشان اهم حاجة العجن، لو عجنتيه كويس هيديكي نتيجة زي الفل. مفيش احلى من كده. وطبعا عشان الجو برد، يعني كل ما اللبن ده يكون دافي كل ما الخمر ان هو يخمر اسرع يعني. وما ياخدش وقت معانا بعد بقى ما نعجن العجينه كويس قوي قوي. شوفوا شكلها وملمسها، ناعمه جدا وطريه وجميله جدا ما شاء الله. المهم بعد ما خمر بقى انا سبته حوالي ساعه او ساعه ونص. حطيته في مكان دافي وسبته يخمر. اهو شوفوا طلع النتيجه هي ان الكميه بتتضاعف. الاهم حاجه انك تضمن ان هو اتخمر، يعني ان هو خمر، ان هو بيخمر، العجينه بتاعتنا بتخمر مرتين. فالمهم احنا بقى طبعا الرخامه بتاعتنا دي انا منضفاها وغسلاها كويس قوي وناشفه طبعا. فهبدا افرد عليها، لان انا هفرد العجينه دي كلها مره واحده، مش هقطعها قطع ولا حاجه. فهروح جايبه فرد حبه دقيق، افردهم كده على الرخامه، واروح نازله بقى بالعجينه بتاعتنا. وهروح فرد العجينه دي تفرديها بالسمك نص سنتي. هبدأ بقى افردها كلها وبعدين هبدأ بقى اقطع العجينة. زي ما انتوا شايفين العجينة اصلا طرية وناعمة جدا جدا جدا. عشان كده انا فرشت تحتها كمية دقيق كويسة عشان ما تلزقش مني. وهبدأ بقى افرد. اهم حاجة برضو انك انت تخلي بالك ان العجينة كلها تبقى سمك واحد، علشان لما تيجي تقطعيها تبقى بعد الخمر التاني ده تلاقيها هشة معاكي كده وتلاقي يعني ايه تديكي شكل القطعة نفسها حلو. تخينة كده وشكلها حلو. وبتبقى هشة طبعا لان هي بتبقى حاجة منفوخة كده، ومن جوه بتبقى فاضية لان خمرانة كويس. المهم بعد بقى ما فردنا الكيلو الدقيق بتاعنا، شوفوا كيلو الدقيق هو يدينا كميه كويسه قوي. انا جبت قطاعات اهي، انا ما عندكيش قطاعات، انا القطاعات دي لسه جايباها. فكنت بعمل قبل كده بالكوبايه، لو ترجعوا للفيديوهات هتلاقوني كنت بعمل بالكوبايه. وبجيب غطا ازازه عندي وبروح عامله الفتحه اللي في النص. فالوقتي انا جبت القطاعات اهو. انا القطاعه دي اللي هي رقم 2، بعد ما اقطع قطعه هلاقيها شكلها صغير، يعني حتى اما اجي احطها في الزيت وتخمر وكده هلاقي القطعه صغيره. فلا رحت راجعه تاني جبت
القطعة اكبر قطعة، اكبر قطعة في القطاعات هم 5، فانا جبت اكبر قطعة واصغر قطعة. يعني انا بجيب اكبر قطعة واصغر قطعة، بعمل الصغيرة في النص والكبيرة طبعا بقطع اللي هي الحجم بتاع قطعة الدوناتس. انا رحت جبت القطعة وجيت اهو. حجمها حلو، يعني اللي هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. وتحس كده ان القطعة حلوة كده متحملة ومالية العين. فالمهم بقى هبدأ بقى اقطع كل ده. وطبعا الفوارغ اللي هي الفواصل بتاعة العجين دي مش بتترمي ولا حاجة، لا برجع افردها تاني، بقعد الم وافردها يعني. اقطع واللي بيفيض بروح لماه وعاملاه تاني، بفرداه تاني واروح مقطعاه. بفضل اعمل كده لحد اخر قطعة، اخر حتة في العجين. لازم افردها كلها وما بسيبهاش حتى ترتاح، لا انا بروح فرده على طول، علشان برضو يعني كله يجي في وقت واحد، لان انا ما ينفعش احمر والاقي جزء لسه ما اتحمرش وكده ما خمرش يعني. فلا انا بعمل يعني العجينه دي بفضل وراها لحد اخر قطعه خالص، بشكلها وبروح مخلصه كل الكميه. زي ما انتم شايفين، شوفوا شكل الحجم نفسه حلو، مناسب جدا. قلت زي ما قلت لكم مش لا كبير ولا صغير. او شوفوا شكلها. طبعا القطعه اللي في النص دي برضو عايزه تحمر، شكلها حلو، عايزه تحمريها حمريها للاطفال الصغيرين. منتش عايزه تحمريها سيبيها زي ما هي يعني، مرجعاها تاني في العجين وافرديها. دلوقتي انا جبت اول الطاسه وحطيتها على النار، وحطيت النار تبقى متوسطه يعني، لا مش متوسطه، لا اقل كمان، يبقى النار هاديه كده علشان العجينه تستوي معانا. فالمهم انا هروح بقى نازله كده زائد ما، وفي الاول خالص هتلاقيها نزلت لتحت، لكن اول ما تبدا تستوي وتخف هتلاقيها تروح طالعه. يعني اهي تطلع لفوق اهي. هتلاقيها خلاص العجينة خفت، كل ما بتستوي كل ما بتخف، لان هي عجينة هشة جدا جدا جدا. وبتروحي مقلباها زي ما انت شايفة اهو. كل الكمية ما بياخدش وقت معانا في التحمير، في ثواني بتكوني عملت كل الكمية اللي معاكي. اهم حاجة تبقي متأكدة ان النار بتبقى هادية خالص عشان يستوي معاكي، وعشان ما يتحرقش، لان هو فيه سكر فممكن تحطيه في ثانية تلاقيه اتحرق. لا احنا عايزينه يبقى شكله حلو. وحتى لو انت عايزاه يعني اللون اخف من كده براحتك، طلعيه في اللون اللي انت عايزاه. هو كده كده بدل بدأ طلع فوق الوش الزيت، خف يعني، هتلاقيه بدأ يستوي. فدرجة اللون دي اللي انت بتتحكمي فيها زي ما انت حابه. بس انا بحب يكون شكله عامل يعني، يكون لونه ذهبي او اتقل شوية، بيبقى شكله حلو، وكمان لسه زينه. بحط هفضل بقى اطلع وكده واحط يعني، هطلع اللي يستوي هطلعه وهخلص كل الكمية اللي معايا. دلوقتي بقى هندخل على مرحلة تانية، اللي هي مرحلة ان احنا نزينه. شوفوا طلع ما شاء الله الكمية دي، دولت كيلو دقيق، كمية كويسة جدا جدا ما شاء الله. وشكله حلو يعني، شوفي ما شاء الله. دولت كام واحدة، وشوفوا بره سعره كام. دلوقتي بقى هنبدأ بقى اللي نزينه. ده اللي انا فضيته، ده المطحنة بتاعت الخلاط، انا عاملة مليتها سكر بودرة سكر وطحنتها تبقى بودرة بالشكل ده. وهبدأ احط مية، بس لازم اخليه تقيل، اهم حاجة انه يبقى تقيل عشان يمسك في القطع الدوناتس. واحط بقى لون، اي لون عندك، احمر اخضر اصفر ازرق اللي انت حباه. وهبدأ بقى ادهن كده زي ما انتم شايفين، بعد ما ادوب بقى كل اللون مع السكر مع المية، ان المهم يبقى تقيل. وهبدأ بقى ايه ادهنه كده من على الوش. هو اللون كان خفيف شوية، بس انا ما زودتش، قلت خلاص بدل يبقى واخد الطعم وشكله حلو فخلاص. ودلوقتي بقى بروح حاطه اللي هو الفارماسيليا ده بتاع اللي هي الشوكولاتات الالوان، اللي هي القطع الصغننه دي، فبحطها على الوش. انا كان عندي الوان تانية، بس ما انا حبيت ان انا اعمل اللون الاحمر ده، وبعد كده هعمل بالشوكولاته. دي الشوكولاته اللي هي الشوكولاته الخام، انا سيحتها ورحت حتى عليها معلقتين زيت. بعد ما سيحت بسيحها في حمام بخار، وبروح حاطه عليها معلقتين زيت. شوفوا اللمعه وشكلها. وبرضو اروح رشه على الوش كده فارماسيليا اللي هي الشوكولاته المبشوره، علشان يبقى تدي شكل حلو. وده دوناتس معانا بطريقة سهلة جدا، ومكونات موجودة في البيت. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.